في الفيديو اللي فات حضرت معاكم الكيك الاسبونج البيتي بدون استخدام الدقيق الاسبونج الجاهز. النهاردة تعالوا اوريكم ازاي هطلع من الكيكة المدورة دي تورتاية على شكل قلب. تابعوا معايا الفيديو. انا اسمي حنان والرهان معايا دايما كسبان. اول حاجة انا هبدأ ان انا اقطع الكيكة انا عايزة المنشار بتاع الكيكة. طبعا انت ممكن تستخدمي السكينة لو ما عندكيش منشار، بس المنشار بيخليها متساوية اكتر. المنشار بتاعي بخليه عند اول درجة خالص، هو متدرج درجات. وهنا بعد ما قطعتها كانت ما شاء الله عملت معايا 5 ديسكات، عملت معايا 5 طبقات. هركن الطبقات دي على جنب وهجيب الحلة اللي انا سويت فيها الكيكة، ضروري جدا تكون نفس الحلة، وحطيت فيها كيس وبرضه هركنها على جنب. ومعايا هنا بقى التشريبة اللي هشرب بيها كيكة دي، معايا نص كوباية من اللبن. طبعا ممكن تحطي عليها سكر بس ورشة مثلا كاكاو، او ممكن تستخدمي مية بسكر شربات خفيف كده. انا حطيت عليها صوص الشوكولاتة اللي انا كنت عاملاه معاكم برضو قبل كده. وهركن التشريبة دي على جنب. هنحضر حاجتنا كلها بعد كده، ناخد بقى الحاجة نجهزها. وهنحضر الكريم شانتيه. انا معايا هنا كوبايه ونص من بودر الكريم شانتيه الخام، نزلت عليهم بتلت كوبايه من السكر حبيبات عادي جدا، وباكت من الفانيليا، ومعلقتين كبار من اللبن البودر. وكل نص كوبايه من الكريم شانتيه عليها كوبايه ميه متلجه. ممكن تستخدمي لبن عادي جدا، بس الميه برضو ما بتفرقش في الطعم لان احنا حطينا لبن بودر. هفضل اخفق فيه ما يقلش عن 10 دقايق لحد ما يوصل معايا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده انا محتاجه ان انا اقسم الخليط ده جزئين، لان انا هعمل الحشوه بحشوه الشوكولاته. فهحط على نص الخليط بتاعنا او نص الكريم شانتيه بتاعنا معلقه من الكاكاو عشان يديني نكهه الشوكولاته، والنص التاني حطيت عليه بودر اللون الاحمر عشان اخد اللون الاحمر دوت واعمل بيه الوش بتاع التورتايه بتاعتي. هنا هبدأ بقى، جبت الحلة اللي انا غلفتها بالكيس، وهبدأ ان انا احط اول طبقة تحت، هشربها بالتشريبة بتاعة اللبن والشوكولاتة. وكمان حطيت الكريم شانتيه الكاكاو. ما جاتش اللقطة دي وانا بخفق الكريم شانتيه بالكاكاو، خفقته وحطيته في كيس من اكياس التلاجة عادي، وفتحته فتحة صغيرة. وبدأت ان انا اعمل زي ما انتم شايفين كده، امشي على الطروف الاول، بعد كده ابدأ ان انا اسويها بالمعلقة. الطريقة دي اسهل طريقة للمبتدئين اللي زيي اللي مش بيعملوا تورتايه كل يوم، علشان تطلع معاهم التورته بشكل متساوي جدا. وحطيت برضو صوص الشوكولاته اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو قبل كده، حطيته في كيس وبرضو بقيت ازين بيه. وكان عندي هنا كريسبي شوكولاته كده اللي انتوا شايفينه المدور ده، حطيته في القلب. واخر طبقه هنا وصلت لها دي الارضيه بتاعه الكيكه، لان هي دي فعلا لما هتتقلب هتبقى برضو ارضيه الكيكه، فهي الارضيه بتاعه الكيكه هي دي اخر طبقه انا حطيتها على الوش. وبس كده هربط الكيسه بتاعتي دي والحله دي اخدها زي ما هي كده، ادخلها الفريزر ما يقلش عن 3-4 ساعات. طلعتها من الفريزر وهقلبها بقى. هنا انا عندي الديسكات دي بجيبها من اي محل بتاع مستلزمات حلواني، بتبقى رخيصه جدا، ما بتبقاش غاليه خالص. يعني ممكن اغلى واحده فيهم مثلا ب15 جنيه ولا حاجه. وبصوا لما قلبت كيكه بسم الله ما شاء الله متساويه جدا. انا كان ممكن اقف لحد الخطوه دي واقول شكرا على كده وبلاش وجع قلب ووجع دماغ، بس انا عشان بحب التحديات واول مره اعمل التورتيه اللي على شكل قلب دي، فقلت لا اعملها حاجه مختلفه. فزي ما انتوا شايفين كده انا هبدأ ان انا اقسمها 4/4، مش بقسم للاخر، انا بس بعمل حز كده بالسكينه. بعد كده هاخد من كل كيرف زي ما انتوا شايفين من تحت، هاخد من كل ربع هاخد منه جزئين متساويين، وهاخد الجزئين المتساويين اللي انا خدتهم من تحت هلزقهم في الربعين اللي فوق. زي ما انتوا شايفين انا الفيديو يوصف اكتر كمان من الكلام. يعني انا هنا قسمت 4/4، الربعين اللي تحت خدت الكيرف بتاعهم، وخدت اللي انا قطعته حطيته في الربعين اللي فوق. والزاوية اللي ما بين القلب من فوق دي قطعتها كده مثلث صغير علشان تدي شكل القلب. بس كده، اتمنى ان الفيديو يكون شارح نفسه. وهنا عملت اول تجليسة. التجليسة دي بشوية كريم شانتيه بقى من اللون بينك. التجليسة دي مهمة في ايه؟ ان بتشيل اي فرافيت من فرافيت الكيك. وحطيتها تاني في الفريزر لمدة 2 تقريبا. وطلعتها بقى للمرة التانية، وهبدأ بقى دي التجليسة الأخيرة اللي هتخلي الكيك الشكل بتاعه متساوي. هبدأ بقى ان انا افرد كده. برضو الكيس بيسهل عليا جدا ان انا احط الكريم شانتيه.
يعني الطريقه دي. وهنا بالسكرابر بقى هبدا ان انا افرد كده واروح واجي بقى وهشتغل. عارفه شغل النقاشه، هتلاقوني دلوقتي ماسكه بقى شويه بالسكينه وشويه بالسكرابر ورايحه جايه لحد ما اساوي الكيكه وتوصل للشكل النهائي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. يفضل في المرحلة الأخيرة دي ان يكون جنبك كده بولة يكون فيها مية ساقعة او مية متلجة، ان انتي تحطي فيها السكرابر بتاعك وتمسحي بيه علشان يدي نعومة اكتر للوش بتاع الكيكة. وبعد ما خلصت عندي السكرابر اللي هو المشرشر ده، او لو مش عندك ممكن السكينة اللي هي المشرشرة عادي تستخدميها، وعملت بيها كده ايه الجنب كده بشكل اللي هو المشرشر ده. بعد كده عملت روزيتات كده وللاسف الكريم شانتيه كان بدأ يسيح مني لان خدت مني وقت كبير جدا والله، بس الحمد لله. وكان خلص برضو، كنت عايزة اعمل روزيتات على الوش بس كان خلص، فاكتفيت بكده واكتفيت بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويا رب تكون الشكل ده عجبكم. وهنا حنين بنتي كانت عماله تحدف معايا السبرينكلز دوت على التورته لحد ما وصلت معايا بالشكل الجميل ده، والطعم من جوه اجمل ان شاء الله. بعد ما اقطعها هبقى اوريكم في فيديو تاني او في صورة كده انزلها لكم شكلها من جوه. وبس كده. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك ومتابعة علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم وسلام عليكم.